قبل ما نبدأ لازم تعرف ان الفيديو ده هيكون لفوق ال 18 سنة علشان هنغوص في اعماق عقل مضطرب، والمأساة هتقابل السخرية القاسية للحياة، وهنشوف بقى رحلة ارثر فليك، الراجل اللي كانت الضحكة مش بتفارق وشه لكن جواها عذاب محدش يقدر يتحمله. الفيديو ده هياخدك في رحلة سوداوية تكشف ابعاد شخصيته من معاناته اليومية لاستغلال المجتمع القاسي ليه. هل كان ارثر ضحية لظروفه ولا الشر كان جواه من البداية؟ استعدوا بقى للتجربة المختلفة علشان هنسأل مع بعض، هل ارثر فليك شخص كويس ولا كل شيء هو اللي وصله ان هو يتحول للجوكر؟ بتبدأ القصة في مدينة جوثام، وبنشوف في مكتب للدعاية شخص قاعد بيحط ميك اب على شكل المهرج، والراجل ده بيكون اسمه ارثر فليك وباين عليه الحزن، وبيفضل يفتح في بقه كتير قدام المراية. وبيطلع بعدها ارثر يعمل دعاية لمحل في المدينة، بيمسك يافطة وبيفضل يرقص في الشارع قدام المحل، بس للأسف بيعدي شوية شباب صغيرين بيشد منه اليافطة وبيطلعوا يجروا بيها، بس ارثر ما بيسكتش وبيجري وراهم بكل سرعته وسط العربيات، وبيفضل وراهم لحد ما بيدخلوا حارة في الشارع، واول ما بيدخل بيكسروا اليافطة على دماغه وبينزلوا ضرب فيه وهو عاجز على الارض مش قادر يعمل حاجة، وكل همه اليافطة اللي اتكسرت لانها هتعمل له مشاكل في شغله. وبعدها بقى بيروح ارثر للطبيبة النفسية بتاعته، وبنفهم ان هو بيعاني من مشاكل نفسية كتير، وبيتعالج مع الدكتورة دي من فترة، وبتقول له امال فين دفتر اليوميات بتاعك؟ فبيديها الدفتر وبيقول لها انا بكتب فيه اليوميات بس كمان بكتب فيه نكت بتيجي في بالي علشان انا عايز اكون ستاند اب كوميدي شاطر. ولما بتفتح الدكتورة الدفتر بتتصدم لان من ضمن الجمل اللي كاتبها ارثر جملة اتمنى ان موتي يستحق عن حياتي. ده واحد شايف حياته كلها ملهاش اي معنى حرفيا، فبتتضايق الدكتورة من الكلام ده وبتقول له انت بتبقى مرتاح لما بتيجي هنا يا ارثر؟ وبنعرف انه كان محبوس في المستشفى من قريب بسبب انه بيفقد اعصابه كتير، علشان كده بياخد كمية ادوية مهدئة كبيرة جامد وبيبقى عايز يزود الجرعة اكتر، بس الدكتورة بتقول له انت اصلا بتاخد 7 انواع ادوية مختلفة اكيد لازم يأثر عليك. فبيقول لها انا بس مش عايز احس اني متضايق، وبيركب بعدها الاتوبيس وهو بيفكر وبيلاقي طفل مع امه، وبيفضل ارثر يلعبه والطفل بينبسط، ولكن الام لما بتشوفه كده بتقول له مالكش دعوة بابني. فبيحاول ارثر يقول لها ان هو كان بيلعب معاه بس هي مش بترضى تسمع له، وهنا بيدخل في نوبة ضحك هستيرية والست بتفكر انه بيضحك عليها وبتتضايق، فبيديها كارت بعدها وهو ميت من الضحك وبيبقى كاتب فيه ما تزعليش مني بسبب ضحكتي انا عندي حالة مرضية. وبنعرف انها حالة بتسبب الضحك فجأة بشكل متكرر ومن الصعب ان هو يسيطر عليها. وهنا بقى هنقف وقفة بسيطة نعرف فيها ان الحالة دي اسمها PBA، ودي حالة عصبية بتيجي بسبب مشاكل في الدماغ نفسها وبتخلي الشخص يضحك او يعيط بشكل هستيري من غير اي مبرر. وفي حالة ارثر فهو بيضحك لما بيتعرض للاحراج او يحس بالالم، ده حتى موجود حاليا على كوكب الارض من 2 ل 7 مليون انسان بيعانوا من المرض ده يا صديقي، بس انا عايزك تبقى فاهم الراجل ده مريض بايه كويس. المهم ان الست لما بتقرأ الكارت بتشفق عليه وبتسكت، بس للاسف ارثر ما بيبقاش عارف يبطل ضحك، علشان كده لما بينزل بيبقى حزين ومتضايق اكتر بسبب الموقف اللي حصل له. وبيرجع ارثر لبيته وبيشوف حد بعت جواب ولا لا، وبنعرف انه عايش مع امه لوحدهم، وامه كل يوم بتسأله اذا كان وصل لهم جواب ولا لا. وبنلاحظ ان ارثر بيهتم بامه جدا وبياكلها من غير ما تتحرك، وبتبقى الام نفسها تتواصل مع رجل اعمال كبير اسمه وين واللي مرشح لمنصب عمدة جوثام، بس ارثر بيقول لها احنا فين والراجل ده فين. وبيقعدوا بعدها يتفرجوا على البرنامج المفضل ليهم، وده برنامج اخباري بيقدمه المذيع المشهور موري. فبيبدأ يتخيل ارثر ان هو حضر وسط الجمهور في الاستديو وانه كمان موري خد باله منه هو بالذات، فبيقول له موري انا حاسس انك مميز، انت عايش فين؟ فرد عليه وقال له ان هو عايش مع امه في البيت. فبيضحكوا الناس عليه لانه كبير كفايه انه يبقى مستقل بحياته، بس موري بيدعمه ويقول له انا كمان كنت عايش مع امي لسن متاخر، وبيخلي الكل بعدها يسقف له، والاكتر من كده انه بيندهله يتصوروا سوا، وبيقول له كمان انا لو كان عندي ابن اتمنى ان هو يكون زيك يا ارثر. فهنا بقى بيفوق من الخيال اللي كان عايش فيه بعد ما خد جرعه الدوبامين اللي تنسيه فشله الحقيقي. زي ما انت يا صديقي بتتخيل كده انك احسن لاعب في العالم والحاجات دي كلها بتسكن الالم والشعور بانك مش كويس كفايه. وتاني يوم بيروح ارثر لشغله وبيبان ان جسمه هزيل جدا وضعيف، وبيوصل راجل بيشتغل معاه اسمه راندل بيقول له انا عرفت اللي العيال عملوه فيك امبارح، معلش احنا بقينا في زمن وحش جدا. وبيقوم مطلع مسدس مديه لارثر يدافع بيه عن نفسه، فبيضحك ارثر وبيقول له انه مش المفروض يشيل حاجه زي دي. فرد عليه وقال له الراجل ده ما تقولش لحد وخلاص يا عم وخليه معاك عادي، وبقى ادفع لي ثمنه في اي وقت مش مشكله. وفعليا ده بيوافق، وبينده عليه الموظف القزم التاني واللي اسمه جاري وبيطلب منه يروح يقابل المدير. فبيضحك ارثر ضحك هستيري لكن بيهدى قبل ما يدخل لعند
المدير، ولما بيدخل بيجي يقعد المدير بيقول له مش لازم، الفكره بس ان صاحب المحل كلمني وقال انك ما رجعتش اليافطه بتاعته. فبيقول له ارثر ما هو في ناس هجمت عليا امبارح وخطفوها، لكن المدير مش بيصدقه، وبيقول له ارثر طب وهو انا هسرق يافطه اعمل بيها ايه؟ ولكن المدير بيطنشه تماما وبيبدا يقول له زمايلك في الشغل شايفينك غريب وبتعمل حركات غريبه، بس المهم انك تعمل لي شغل كويس. فبيطلع ارثر يخبط رجله كذا مره في الصندوق بتاع الزباله اعتراضا على الحاجات اللي بتحصل له ومالوش فيها اي ذنب. ولما بيرجع العماره اللي قاعدين فيها وبيشوف واحده جارتهم في الاسانسير، لما بتحاول الست تكلمه ما بيردش ارثر، وبيبقى معاها بنتها وبيعملوا لارثر حركه المسدس علشان جوثام مليانه مشاكل والاوضاع مش مستقره الفتره دي يعني. بعدها بنعرف ان ام ارثر اشتغلت في شركه وين ل 30 سنه وبتكون عاوزه تتواصل معاه علشان يحسن اوضاعهم الفقيره شويه. وبالليل بيشغل ارثر اغنيه بيحب يسمعها وبيفضل يرقص وهو ماسك المسدس، فغصب عنه بيضرب طلقه ولكن بيلحق الموقف فورا. تاني يوم بيروح يشوف جارته وهي بتوصل بنتها المدرسه، بعدها بيروح يحضر عرض ستاند اب كوميدي وبيفضل يكتب الحاجات اللي بتضحك الناس علشان يطور من مهارته ويقول نكت حلوه، بس بيتفاجئ ان الناس بتضحك على نكت غريبه كلها ايحاءات وحاجات عنصريه ما فيهاش هزار، وده بيخلي ارثر محتار اكتر هو المفروض يقول حاجات زي كده علشان يضحك الناس. فبيكتب في دفتره ان اسوأ حاجه في المرض بتاعه ان الناس متوقعين منه يتصرف كانه مش مصاب بيه، ما هو انت لو متقبل الحاله هتقدر تعذره المفروض. وبيقطع حبل افكاره صوت الباب وبيتفاجئ انها جارته بتقول له هو انت كنت ماشي ورايا النهارده؟ فبيقول لها بصراحه ايوه، وبيضحك معاها فبتقول له انت لطيف قوي يا ارثر، وبيستغل الفرصه وبيقول لها انا اصلا ستاند اب كوميدي هبقى اقول لك علشان تيجي اي عرض من بتوعي. وتاني يوم ارثر بيبقى عنده شغل في المستشفى بتاعه الاطفال وبيلبس لبس المهرج وبيفضل يرقص علشان يضحكهم، وفعليا الاطفال بيبقوا حابينه ومتفاعلين معاه لحد ما بيقع منه المسدس غصب عنه كده. وطبعا الكل بيتصدم اول ما بيشوفوه، ومديره بيتصل عليه وهو متعصب وبيقول له انت جايب مسدس معاك لمستشفى الاطفال انت مجنون. ولما بيحاول ارثر ان هو يفهمه ويقول له ان ده كان جزء من العرض بيتصدم ان راندال فتن عليه، قال لهم ده ارثر كان بيسأل الاسبوع اللي فات على مسدس، وبيختم المصيبه بقى بان هو انطرد خلاص من الشغل وبيقول له ما تجيش تاني. فبيضرب ارثر دماغه في الازاز من الياس وبيركب بعدها المترو علشان يروح، ومن كتر ما هو محبط مش بيشيل الميك اب بتاع المهرج من على وشه وعمال يفكر هيجيب فلوس منين. وفجأة بيلاقي 3 شباب بيرخموا على بنت في المترو، والمشكلة ان نوبة الضحك بتيجي لارثر وبيفضل يضحك بشكل هستيري تماما. فبتقوم البنت تمشي من العربية اللي هم فيها والشباب بيقولوا له هو فيك حاجة يا كابتن، وارثر مش عارف يرد عليهم وعمال يضحك، فبيفكروا ان هو بيتريق عليهم او حاجة من كده، يمكن شرب عصير تفاح، وبيقربوا منه علشان يضايقوه وبيسألوا واحد منهم هو انت بتضحك ليه؟ وارثر مش قادر حتى ان هو يرد عليه بسبب المرض اللي عنده، وبيحاول يمسك الشنطة علشان يوريهم الكارت بتاعه، لكن الشباب مش بيدوله فرصة وبيخطفوا الشنطة منه. فبيحاول ارثر يقاوم بس بيدوله لكمة قوية بتوقعه على الارض، وقتها بيستسلم ارثر للضرب كالعادة، لكن فجأة وفي حالة من الاحباط واليأس بيطلع المسدس وبيموت 2 منهم بالرصاص كده، وبيضرب التالت طلقة في رجله بس بيطلع يجري. فبيقوم ارثر وهو في حالة غريبة ومش مدرك اللي عمله، لكن كل تركيزه كان على الراجل التالت، واول ما نزل من المترو نزل جري وراه واداله طلقة كمان وقعه على الارض، وبيقرب منه وبيضرب 3 طلقات ينهي بيها حياته خالص. ارثر لاول مرة في حياته ياخد رد فعل تجاه الاضطهاد اللي بيتعرض له، لكن بيفوق وبيطلع يجري على البيت وهو مرعوب، واول ما بيبقى في البيت بيدخل للحمام وبيفضل يرقص وكأن هو بيستمتع بحاجة طلعت اللي جواه فعلا. وكمان بيروح لجارته وبيدخل يقضي معاها الليلة، وتاني يوم بيروح يلم حاجته من الشغل، وبيفضل راندل يتكلم كأنه ما عملش اي حاجة، وبيقول له ما تنساش اني لسه مديون لك بفلوس المسدس يا راندل. والوحيد اللي كان بيعامله كويس كان شخص اسمه جاري، وبيكسر التلفزيون بتاعهم قبل ما يمشي. بعدها بيشوف ارثر موضوع الجريمة في الاخبار وبيلاقي وين بيوصف القاتل بالفاشل لانه كان مخبي وشه في قناع مهرج قبل ما يعمل جريمته، وبيقول كمان ان حياة الناس مهمة بالنسبة لهم. فبيضحك ارثر ضحكة سخرية كده، وبيروح تاني يوم للدكتورة بتاعته وبيفضل يحكي لها عن حاجات حصلت معاه، وبيقول لها انا بحس اني مش موجود ولا كأن حد شايفني. فبتقول له انا عندي اخبار وحشة ليك يا ارثر. فبيقول لها هو انت سمعتي انا قلت ايه؟ هو انت بتسمعيني لما باجي اتكلم معاكي؟ اصلا انا كل اللي عندي افكار سلبية بس انت ما بتسمعيش، انا عملت حاجة تخلي الناس فعليا يلاحظوني. ولكن الدكتورة بتقول له ان دي اخر جلسة بينا لان العيادة الحكومية دي هتتقفل، المدينة شايفة انها فلوس على الفاضي. فبيقول لها طب وانا اجيب الادوية بتاعتي منين؟ فبتجيبها له كده على بلاطة وبتقول له محدش
محدش بيهتم للناس اللي زيك يا ارثر ولا حتى الناس اللي زيي. انت متخيل الدكتور النفسي اللي بيعالجك يقولك كده؟ وكمان الادويه مش هيقدر ارثر الكحيان ان هو يشتريها. فبيقرر يعمل اخر محاوله وبيتشجع وبيروح لمكان يقدم ستاند اب كوميدي، وبيقدم الورقه اللي مكتوب فيها ان هو عاش في مدينه جوثام طوال حياته، واتقال له وهو صغير ان رسالته في الحياه ان هو يضيف الضحكه وكمان البهجه على العالم القاسي ده. فبيضحك الموجودين على الكلام، وبيدخل بعدها ارثر يقف على المايك علشان يضحك الجمهور، وطبعا بيبقى متوتر لانها اول مره، وبسبب التوتر ده بتجيله برضه نوبه من الضحك من جديد، وبيحاول يتمالك نفسه ويتكلم مع الجمهور، لكن للاسف بيفشل وبيفضل يضحك غصب عنه، والكل في حاله صدمه وشايفين ان هو بيستخف عليهم. فبيقول لهم ارثر بالعافيه انا كرهت المدرسه لما كنت طفل، وطبعا السبب واضح، وبيحكي ان امه كانت بتقول له روح المدرسه علشان تاخد شهاده تشتغل بيها، لكن ارثر كان بيقول لها انا هطلع كوميديان. وبتبقى بقى جارته من ضمن الحضور وبتسمع اللي بيقوله، وبيفتح ارثر كراسه معاه وبيقول منها نكته، ولكن الكل بيتضايق وبيبداوا يهيجوا عليه ويشغلوا موسيقى علشان ينزل. فبيتمشى بعدها ارثر مع جارته وبيلاقي شكل مهرج في الجرايد، فبيقف وهو فخور ان الناس شايفاه وبتتكلم عنه، وكمان جارته بتقول له انا شايف الراجل ده بطل حقيقي، يا ريت ينقذ بقيه جوثام من المتنمرين اللي زي دول. وبيلاحظ ارثر ان في ناس بداوا يلبسوا شكله، فبقى فرحان لاول مره في حياته. لازم تفهم يا صديقي ان الراجل ده دخلت له افكار الغرور دلوقتي، مريض نفسيا وبيعاني من العزله الاجتماعيه بسبب مرض نادر. فطبيعي كلام جارته وشكل الناس اللي في الشارع بقناع المهرج ياثروا فيه ويخلوه حاسس بالنشوه، لدرجه انه بيرجع للبيت يشغل موسيقى ويرقص مع امه. بعدها بتدخل الام ترتاح، وبيشوف ارثر جواب من اللي بتكتبهم لوين، فبيفتح الجواب وبيتفاجئ من اللي جواه. امه بتقول لوين انت املنا الوحيد. ارثر حزين شويه صحيح، لكن قلبه ابيض ولازم تنقذه، لازم تنقذ ابننا يا وين. بيتصدم ارثر وبيجري على امه وبيسالها، فبتخاف من عصبيته وبتستخبى في الاوضه. فبيهدى بعدها وبيقول لها عرفيني طيب الحقيقه. فبتقول له انا لما كنت شغاله عند وين زمان وقعنا في الحب، ولكن ما كناش مع بعض في الظاهر علشان طبعا سمعه وين رجل الاعمال. ووقتها كتبت على نفسها ورق انها ما تحكيش لحد حاجه، ولكن خلاص جابت ارثر وبعد عنها وين. فقرر ارثر ان هو يروح يقابل وين وهو متحمس، ولما بيوصل لعند بيته بيشوف ابن وين الصغير، فبيقف يلعب معاه، بس الحارس بيجي يزعق له. ولما بيعرف الحارس هوية ارثر وامه وشه بيتغير كده، وبيقول له امك كانت مريضه وبيتهيأ لها حاجات. فبيتضايق ارثر من كلامه جدا وبيقول له وين يبقى ابويا. فبيضحك الراجل عليه وده بيعصبه جدا وبيشد من رقبته جامد، بس لما بيشوف الطفل بيتراجع وبيمشي. ولما راح للبيت بيلاقي ان امه تعبت والاسعاف جت واخدتها، فبيروح معاه المستشفى والمحققين بيتكلموا معاه، وبنعرف ان الاتنين دول كانوا عايزين يتكلموا مع ارثر، ولما ما لقوهوش سالوا امه شويه اسئله، بس فجاه نهارت وحصل اللي حصل. وبيقول له المحقق انت سمعت عن حادثه قتل ال3 اشخاص مش كده؟ رئيسك في الشغل قال لنا ان قبلها كان معاك مسدس في المستشفى، ولكن ده رد عليه وقال له ده كان جزء من العرض مش اكتر، وبيقوم يطمن على امه. فبيقول المحقق الكارت بتاع مرضك ده هو حقيقي ولا جزء من حاجات المهرجين؟ فبيتصدم ارثر من كلامه وبيقول له انت شايف ايه، وبيسيبه برضه وبيمشي. دخل قعد عند امه وبيشغل برنامج موري، وبيلاقي موري بيقول للجمهور انا شفت حاله غريبه جدا الاسبوع اللي فات، واحد عمال بيضحك عمال على بطاله ومفكر ان هو كده هيضحك الناس، وبيعرض الفيديو بتاع الستاند اب بتاعه. فبينبسط ارثر على الاخر وبيفرح، بس موري بيتريق على طريقته وبيقول له انت فعلا ما ينفعش تكون كوميديان. فبيروح ارثر وبيفضل يفكر في الكلام لحد ما بيلاقي فيه مظاهرات كتيره في البلد وكلهم لابسين لبس المهرجين، وبيبقوا مش عايزين وين يبقى هو العمده لانه فاسد، وعاملين مظاهره عند بيته كمان. فراح ارثر لهناك ولقى ان الناس اشتبكوا مع الامن فعليا، فبيتسلل للبيت من غير ما حد يشوفه، وبيتفاجئ بالهدوء والفخامه اللي جوه، يعني الناس بتولع بره ووين واللي معاه قاعدين جوه يتفرجوا على فيلم في السيما بتاعته. فبيقف ارثر يضحك معاهم في الاول لحد ما بيشوف وين داخل الحمام وبيروح وراه، وبيقول له انا ارثر ابنك. فبيقول له يا ابني انا مش ابوك علشان انت اصلا جاي بالتبني وانا ما عملتش حاجه مع امك. فبيستغرب كده وبيقول له متبني يعني ايه؟ فبيفهم وين ان امه ما قالتلوش حاجه، وبيعرفوا انها اتبنته لما كانت بتشتغل عنده لان كان تم اعتقالها ودخلت مستشفى الامراض النفسيه، ولكن ارثر بيرفض يصدق كلامه. فبيتعصب وبيقول له انا ممكن استحمل القسوه من اي حد الا انت، هو انت فاكر انا جاي عايز حاجه منك؟ انا بس محتاج حضن وامان منك. فبيقول له وين ان امه مجنونه، وهنا بتيجي نوبه ضحك لارثر وبيفضل يضحك، وبيتضايق وين وبيديله لكمه في وشه وبيخليه ينزف. فبيرجع ارثر لبيته وهو يأس تماما من حياته، وبيلاقي المحقق سايب له رساله وبيقول له كلمني
مني علشان عايزك. ولكن ارثر ما بيهتمش خالص وبيشيل ادراج التلاجة وبيدخل يقعد جوه في علامة كده على الضعف وانه عايز يختفي من العالم القاسي. وتاني يوم بيلاقي ارثر حد بيتصل عليه وبيتفاجئ انها واحدة من اللي بيشتغلوا مع موري، فبيرد عليها بسرعة عشان يفهم هي عايزة ايه. فبتقوله ان الفيديو بتاعك طلع ترند، عشان كده موري عايز يستضيفك في الحلقة الجاية. وطبعا ارثر بيوافق وهو مصدوم وبينزل يروح مستشفى الامراض النفسية اللي قاله عليها وين، وبيسأل عن ملف امه وبيقوله الموظف ان المكان هنا مليان بالمجانين اللي عملوا جرايم. فبيحاول ارثر يفهمه انه محتاج مساعدة هو كمان، بس الموظف ما بيهتمش وبيقوله في اماكن ممكن تعالجك. فبيقوله ارثر المكان اللي كان بيعالجني قفل. بعدها لما بيطلع الملف وبيفتحه بيتصدم وبيرفض يقول لارثر على الموجود فيه. فبيتضايق ارثر جامد وبيشد الملف من ايده ويجري وبيقف يقرأ الكلام وهو مصدوم. امه كان عندها سلوكيات غريبة وبتأذي نفسها باستمرار، وكمان هي فعلا اتبنت ارثر من ملجأ، وكان طفل مجهول محدش عارف عيلته مين. ولما عاش معاها ارثر اتعرض للاعتداء والتعذيب من جوزها، وهي ما كانتش بتعمل حاجة بسبب المشاكل النفسية اللي كانت عندها. وبنعرف ان ارثر اتعرض لأذى شديد جامد. فبتقول الام انا عمري ما شفته حزين، دايما كان بيضحك باستمرار. وده طبعا علشان ما كانتش تعرف حالة ارثر المرضية. وبعد ما بيقرأ ارثر الكلام ده بينهار من الضحك، ولما بيروح للبيت بيشوف جارته قدامه وبتعمله العلامة بتاعة المسدس مرة تانية. فبيقرر يدخل يقعد في الشقة بتاعتها. وهنا كانت الصدمة، الست بتدخل وبتقوله انت بتعمل ايه هنا؟ انت شكلك غلطت في الشقة، شقتك الناحية التانية، انت اسمك ارثر صح؟ فبيقول لها انا بس واجهت يوم صعب النهاردة، وبيعمل لها حركة المسدس. وبنتفاجئ ان ارثر كل ده كان بيتخيلها بس، وما راحتش معاه لا في اي مكان من اللي كان بيتخيله. والهلاوس دي بسبب انه وقف الادوية بتاعته من فترة. فبيرجع ارثر شقته وبيدخل في نوبة تانية من الضحك برضه، ورغم ان هو كان بيضحك الا ان الحزن كان باين عليه. وبيروح لامه تاني يوم في المستشفى وبيقول لها تصدقي ان عمري ما دقت طعم السعادة في يوم في حياتي. انت عارفة ايه اللي بجد بيخليني فرحان؟ انا كنت فاكر ان حياتي مأساوية، لكن فهمت انها حياة كوميدية جامد. وبيقوم ماسك المخدة وكاتم نفسها لحد ما بتنتهي حياتها. بعدها بيرجع ارثر البيت وبيجهز نفسه لمقابلة موري، وبيفضل يتفرج على لقاءات علشان يأدي بشكل كويس. ده حلم حياته بيتحقق حرفيا زي ما كان بيتخيل، علشان كده بيفضل يتدرب كتير. وبيقرر ان هو ياخد المسدس معاه علشان يبقى جزء من نكتة هيقولها. وبيجي يوم المقابلة المنتظرة وبيصحى ارثر وهو كله حماس وحيوية، وبياخد دش وهو بيغني وبيرقص واخر روقان. وبيقرر كمان ان هو يعمل مكياج المهرج على وشه مرة تانية. بس فجأة بيلاقي جاري وراندل جايين يزوروه، ولما بيشوف المكياج بتاع المهرج بيفتكروا ان هو رايح المظاهرة اللي معمولة في المدينة، خصوصا ان كلهم لابسين لبس مهرجين وعاملين وشهم شبهه. لكن راندل بيدخل في صلب الموضوع وبيقول له صحيح الشرطة جت تحقق معانا في موضوع حادثة المترو. وبيفضل يتنمر على جاري لانه قزم وهو بيتكلم. فبيفهم ارثر ان هو جاي يطمن ان اسمه ما جاش في القضية او اي حاجة. على طول بيطلع ارثر السكينة وبيديه واحدة كده وبيبدأ يخلص عليه في وسط صدمة من جاري. وبيمسك راسه ويخبطها في الحيط كتير كأنه بينتقم منه على كل حاجة وحشة عملها معاه. جاري اتصدم من اللي شافه، خصوصا ان ارثر مش بالعنف الغريب ده، وبيترعب جدا طبعا وبيبقى عايز يمشي. فبيقول له انت تقدر تمشي عادي ما تخافش. لكن للاسف جاري مش بيطول يفتح الباب. فبيقوم ارثر يفتح له وبيقول له انت الوحيد اللي كنت لطيف معايا يا جاري، وده يا صديقي لان الاتنين بيعانوا من مشكلة التنمر. يعني جاري حاسس شوية بمعاناة ارثر. وبعدها بيجهز ارثر لاول مرة بشكل الجوكر الكامل، وبيمشي يرقص في الطريق وهو مبسوط وسعيد، لكن بيحطم كل احلامه ظهور المحققين. بيطلع يجري منهم بكل قوته لحد ما العربية تخبطه، بس ولا بيفرق معاه وبيكمل جري لحد ما بيدخل للمترو. وبيتفاجئ ان الناس كلهم لابسين اقنعة مهرجين. فبيستغل هو الموقف وبيخليهم يعطلوا المحققين علشان يمشي. وبيروح للاستاديو وبيقعد في اوضه علشان يجهز لحد ما دخل موري يسلم عليه. وارثر بيبقى فرحان جدا ان هو بيقابل قدوته. فبيسأله موري انت مع الناس اللي بيعملوا ثورة دول ولا ايه؟ فبيقول له لا انا حبيت اطلع بمكياج المهرج علشان بحب الستاند اب كوميدي. وبيطلب منه لما يقدمه يقول ان اسمه الجوكر، خصوصا ان موري قال عليه جوكر في برنامجه قبل كده. فبيوافق موري لانه مش مهتم اساسا. وبيقعد ارثر مستني لحظته تيجي، لكن بيتصدم ان موري عمال يتريق عليه مع الجماهير. وبيقول لهم خلونا نشوف المجنون اللي في الفقرة الجاية. وبيعرض الفيديو بتاعه مرة تانية. ورغم ان ارثر بيتريق من معاناته مع المجتمع وهو صغير بسبب مرضه، الا ان موري حول الموضوع لسخرية تامة. فبيقف الجوكر
الجوكر يرقص وهو حاسس ان هو في السماء، لحد ما بيدخل ويحيي الكل وهو بيرقص، وبيقعد بعدها وبيبقى حاسس ان كل حاجه زي ما كان بيتخيلها تماما. فبيقول له موري بما انك كوميديان وكده ما تقول لنا نكته جديده ولا حاجه. فبيطلع ارثر الدفتر اللي كان بيكتب فيه، لكن عينه بتقع على جمله اتمنى موتي يستحق عن حياتي. لكن بيعدي الموضوع وبيحاول يقول نكته، ولكن موري فورا بيتريق عليه. بس ارثر بيصمم يقول النكته، وبيقول له مره واحد شرطي اتصل بسته وقال لها ابنك عربيته دهسته. طبعا الكل اتصدم لان مفيش حاجه تضحك في كده، لكن ارثر كون فكره ان الناس بتضحك على الحاجات الغلط، وموري كمان بيقفش عليه وبيقول له ما ينفعش كده. فبيقول له الجوكر معلش انا واجهت فتره صعبه، خصوصا بعد ما موتت 3 اشخاص عند المترو. فبيفكروا موري بيهزر، لكن الجوكر بيقول له ان ده حصل فعلا. فبيقول له انت عامل كده يعني عشان تبدا حركه سياسيه. فبيقول له هو ده شكل واحد يعمل سياسه؟ الناس دي انا موتها لانهم يستحقوا الموت فعلا. ولما الجمهور بيتضايق من الموضوع بيقول لهم الجوكر هو انتوا زعلانين ليه كده؟ لو انا اللي مت في الشارع هتدوسوا عليا وتعدوا عادي، لكن عشان وين طلع في التلفزيون حزين على ال3 الشباب دول بيبقى الموضوع مهم وارواحهم مقدسه. انت يا موري شفت الناس بره عامله ازاي؟ ما بقاش في حد بيفكر في التاني. انت فاكر واحد زي وين ده بيهتم لحد؟ عمره ما بيفكر في حد غير في نفسه وثروته الكبيره وبس. فبيقول له موري انت خلصت كده؟ انا شايف انك بتبرر قتلك للناس دول. فبيقول له انت شايف نفسك شخص سيء يا موري، انت جبتني هنا علشان بس تتريق عليا وتاخدني كده مسخره قدام الناس مش اكتر، انت زيك زيهم. ايه رايك تسمع نكته اخيره يا موري؟ قول لي هو ايه اللي بيحصل لو اتحديت شخص وحيد مختل عقليا والمجتمع اتخلى عنه وبيعامله زي الحساله؟ ولما بيحاول موري يقاطعه بيتجنن الجوكر تماما وبيطلع المسدس وكمان يموته في البث المباشر. الكل اترعب من اللي حصل وبيطلعوا يجروا، لكن الجوكر كان قاعد حاسس كده بالنشوه واللذه ان هو انتصر على شخص ظلمه. فبيقوم يديله طلقه كمان وبيطلع بره الاستديو. وطبعا كل الدنيا شافت اللي حصل ده، وحركات الانقلاب في المدينه زادت اكتر واكتر. ورغم ان الشرطه مسكت الجوكر الا ان عربيه اسعاف بتدخل فيهم توقفهم، وبينزلوا الجوكر اللي اصبح رمز لكل شخص بيعاني وعنوان للتمرد على الوحشيه والاستغلال. عشان كده بيظهر شخص يموت وين ومراته وبيسيب ابنه الصغير لوحده. وبالمناسبه بقى ده هيكون هو بروس وين او باتمان يا كبير. المهم الجوكر بيفوق بيلاقي حواليه ناس كتير جدا كلهم بيهتفوا باسمه وبيحيوه بسبب اللي هو عمله. ولما بيلاقي بقه بيجيب دم بيعمل ابتسامه تعلن ولاده الجوكر المنتشي بتشجيع الكل على افعاله. لكن بعدها بيظهر ارثر في مصحه نفسيه، ولما بتحاول الدكتوره تتكلم معاه بيفتكر بروس وين وبيقول لها فكرت في نكته جديده علشان هو عمل من غير ما يقصد مأساة لشخص تاني. دي بقى كانت نهايه الجزء الاول. لو عجبكم استنوا الجزء الثاني.